بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم ماما للطبخ والأعمال اليدوية، والنهاردة جايين كده بمجموعة للأدوات الرضيع. مجموعة حلوة ان شاء الله تعجبكم، شغل ايديا. وايه رأيكم في السرير القمر ده؟ قولوا لي رأيكم. ايه رأيكم يا حبايبي؟ معانا هنا بقية الأدوات، معانا الحاف زي ما شايفين كده، ايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم. وانا ما حبيتش الخياطة دي اعملها على المكنة، عملتها على ايديا زي زمان كده. المنجد لما كان بيخيط كده بايديه، حبيت التجزيعات ديت اكتر من المكنة. مديه شكل جميل للحاف اهو زي ما شايفين كده. برضو الوش التاني نفس الطريقة، وكده يبقى الايه السرير واللحاف بالشكل ده. والسرير كمان بيتقلب على الوش اللي هو البنك ده السادة، يعني يشتغل على الوشين برضو، مش اللحاف بس، السرير كمان. يعني لو حابة تعمليه على الوش التاني ممكن زي ما شايفين كده. ومعانا مخدة جميلة جميلة كيوت، جميلة جميلة جميلة. ان شاء الله نعملهم مع بعض واوريهم لكم. شكلها جميل، عشان لو هي حاملة السرير على الوش التاني تحط المشجرة ديت. عاملاه على الناحية المشجرة ديت، هتحط اللي هي الايه السادة دي الجميلة اللي زي ما شايفين كده. ايه رأيكم؟ عجبتكم بقى؟ شوفوا شغلي بقى وقولوا لي رأيكم. اهو يا حبايبي قلبتهولكوا على الناحية التانية السادة اهو، بيتقلب بكل سهولة. وحطينا بقى المخدة الجميلة دي. ايه رأيكم؟ اوريكم هو بيتقلب بكل سهولة يعني يا حبايبي اهو. بتقلبيه على الناحية التانية اهو كده، وبقى اهو بتجيبي